أم تعادل الزمالك مع فاركو بهدفين لا مثلهما في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. افتتح التسجيل للزمالك سيد عبد الله نيمار في الدقيقة 26 قبل أن يضيف إبراهيم ندة الهدف الثاني للفريق الأبيض في الدقيقة 32 وقلص سيف تيرت الفارق لفاركو في الدقيقة 60 قبل أن يضيف اللاعب ذاته هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 72. بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 60 نقطة، فاز في 17 مباراة وخسر في 8 مواجهات وتعادل في 9 لقاءات، وسجل لاعبوه 52 هدفاً ودخل مرماه 36 هدفاً. فيما احتل فاركو المركز التاسع برصيد 42 نقطة، حصدها من 34 مباراة، حقق الفوز في 9 وتعادل في 15 وخسر 10 مواجهات، وسجل لاعبوه 31 هدفاً، وسكنت شباكه 34. الشوط الأول بدأ الزمالك المباراة بنشاط هجومي على فاركو في محاولة لفرض السيطرة على منطقة المناورات، وانتزاع المبادرة الهجومية في الوقت الذي كون فيه فاركو شبكة دفاعية قوية بتواجد 5 لاعبين على خط واحد لإفساد هجمات الفريق الأبيض. وحاول فريق الزمالك هز شباك فاركو معتمدا على انطلاقات زيزو وإبراهيم ندى وسيف الجزيري، ولكن فاركو نجح في التصدي لكل الهجمات قبل أن يفك سيد عبد الله نيمار الاشتباك بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 26. وشهدت الدقيقة 31 ضغطا من التونسي سيف الدين الجزيري على دفاع فاركو نجح من خلاله في استخلاص الكرة، وسدد الكرة لترتد من الدفاع وتعود إلى إبراهيم ندى الذي سجل منها الهدف الثاني للفريق الأبيض. الشوط الثاني تعرض سيد عبد الله نيمار للإصابة في الدقيقة 52، غادر على أثرها مباراة فاركو وشارك بدلا منه أحمد عبد الرحيم إيشو، وبعدها حاول لاعب فاركو تقليص الفارق ولكن دفاع الأبيض تصدى لكل هذه المحاولات. وشهدت الدقيقة 73 تمرير رزقي حمرون الكرة لداخل منطقة جزاء الزمالك من الركلة الثابتة وحولها سيف تيري براسية مرت لداخل الشباك، وتعرض حاتم سكر للطرد في الدقيقة 90+5. ودخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من حراسة المرمى محمد صبحي، خط الدفاع حاتم سكر، محمد عبد الغني، مصطفى الزناري، محمد طارق، خط الوسط محمد أشرف، روقا، عمر جابر، سيد عبد الله نيمار، خط الهجوم سيف الجزيري، إبراهيم ندي، أحمد سيد زيوزو. وتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمد عواد ومحمد نديم وأحمد محمود ومحمد حسام بيسو وعبد الله محمد وأحمد بلحج وأحمد عبد الرحيم إيشو ومحمد صلاح وعلي ياسر. وبدأ فاركو المباراة بتشكيل مكون من حراسة المرمى محمد سعيد شيكن، خط الدفاع جيفرسون إنكادا، أحمد عوض، ياسين مرعي، عزمي غوما، خط الوسط محمود عماد، محمود جهاد، وليد علي، خط الهجوم أحمد فؤاد، سيف تيوري، رزقي حمرون. وتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمود السيد ومروان مجدي وجابر كامل وعمو جمال وزياد طلبة وهشام فتح الله وكريم جبريل وأحمد محمد وأحمد إبراهيم.